جسد بس روحه. يابا بالميدان بنتحانق وعالشهاد بنتسابق، عدرب اللي سبقونا عمره ما تزل الخطوات. هاي اسعاف يا عمي. هيا رد على السني بس. اجاله وقف له، وقف عرض له شو؟ عرض له. لا كعب برجع، كعب برجع. مرقوا مرقوا. اليوم انه ابني شعرت المفرس يعني وفده. انا كنت لابسه الجعبه لانها، وحتى اولادي الثانيه انا كنت لابسهم الجعب وينزلوا عادي. وكشها واجب علينا يعني، وكش مقام واجب على الجميع. انا هيك قبلهم كنت، بس انا ما كتبتش الشهاده، كتبها لاولادي الحمد لله رب العالمين. الوجع ليش اليوم انا قلت لك كنت لبسهم جعبه وينزلوا، بس حقيقه ابن يختلف. هذا ابني طلع وجعي، طلع من هون أدهم يعني جبت حقيقة يعني. أكيد ما خيار المقاوم اليوم حتى النهاية. مقاوم مش مجال ديارنا يعني، وإن شاء الله إن نلتحق فيهم شهداء وأخوته كليات نلتحق فيهم إن شاء الله. الله بطعمني إياها أنا قبل، والحمد لله رب العالمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ايام بتقاسي حاجتها حرام، بكفيها مآسي وعود كلام. طلاب المدارس والجندي والفارس واصوات الاذان كلنا عم بيصلوا تيعم السلام. الله نحن ما اعتدينا ولا اذينا حدا، لا يوم ثنينا بحضن اللي انتمى. احتلوا اراضينا وحطوا العل فينا وبيحكوا بالسلام. يا سلام سلم عسلامهم يا سلام. عليك ابو فريد. يعني حقيقة على أرض الواقع أنا كنت الآن بالسوق، حقيقة أنا ما اشتريت إشي. أنا كنت حاطط في خاطري بدي أشتري كم من غرض، لكن رحت تفاجأت انقلن الزيت من 22 شيكل ل 38 شيكل. السكر، الرز، الطحين، المواد الأساسية المشكلة اللي غليت مش الأشياء الكمالية.
يعني حقيقة احنا في فلسطين بنعيش بشخصيات أكثر من شخصية، من ضمنها الآن غلاء الأسعار. فإحنا بناخذ عيشتنا، بدنا عيشة دبي، وبناخذ موظفين يعني رواتب الصومال. يعني احنا حقيقة راتب الموظف العادي الطبقة المتوسطة، واحنا في فلسطين حقيقة جميعنا طبقة متوسطة لا تستطيع الآن انها تعيش في مستوى جيد. احنا اصبحنا مثل بعض الدول العربية. احنا كنا في فلسطين زمان قبل فترات احنا شريحة متوسطة الدخل، يعني الكل بيستطيع انه ينزل على السوق يشتري ويروح. الان صرنا زي بعض الدول العربية شريحتين، شريحة اما الغناء الفاحش وهما من لف لفيفهم ومن اخذوا الاجور العالية، واما الطبقة المتدنية اصبحت حتى الطبقة الوسطى اصبحت فقيرة لا تستطيع سد رمق العيش عندها. يعني اللي عنده بيته اصبح اللي عنده بيته لتعدي خلينا نقول على 4 أشخاص، هذا الزلمه بده من 6000 شيكل ل 8000 شيكل تعيش عيشه بسيطه، مش عيشه كريمه، عيشه بسيطه. فما بالك في موظف باخذ 3000 و4000 شيكل، كيف بده يعيش هذا الزلمه؟ بكفلنوش ل 10 الشهر 12 شهر. الان راح تنتشر الجريمه، امر طبيعي وعادي. الناس المفكرين والغد ليش؟ لانه أن يكون الفقر يكون الارهاب وتكون الجريمه. فاحنا يجب محاربه الفقر مش التشجيع على الفقر. الاسعار المدعومه، ما المدعوم؟ القمح مدعوم، الطحين مدعوم، السكر مدعوم، الزيت مدعوم. يا سيدي احنا كان عندنا بنحكي ما حدش صار ضجه نقل المواطن من استراحه اريحه لاستراحه الاردن من 14 شيكل 34 او 36 شيكل. نعم. ما عملنا عليها ضجه لانه اللي بده يسافر هذا شيء كماليات. لكن لقمه العيش، كيلو البندوره ب6 شيكل وب7 شيكل، كيلو الكسب 8 شيكل. وين صارت هاي بفلسطين؟ كيلو الملوخيه وكيلو تعال تفرج على الفواكه. اصبحت الفواكه عندنا المستورده من داخل اصبحت ارخص من الخضار اللي هي احنا بدنا ناكلها. شوال الرز على ايش 12 شيكل و20 و30 شيكل و40 شيكل، قال الزيت على ايش يغلى 10 شيكل. منين الناس بدها تجيب؟ بدها تضطر تمد ايدها للحرام. شو السبب بغلاء الاسعار برايك او شو اللي بتسمعوه؟ احنا ما بنعرف. احنا بنحكي مرات اسعار عالميا انه ارتفعت الاسعار. يعني لحد الان ما في سبب واضح حقيقه موجود بين يدين الناس انه نعزي له يعني انه الاسعار غليت. الدولار بيحكوا لنا التجار ان احنا بنشتري بالدولار، الدولار بعده على حاله. يعني بير النفط خبر انه في اصابه شاب مدني كان متواجد امام منزل الاستاذ جواد الفريد، فتوجهنا للمكان ولكن يعني بقى في كل مصاف للاحتلال على مداخل المخيم. فالاستاذ جواد كان متواجد امام منزله على اساس يساعد هذا الشخص المدني، ولكن قوات الاحتلال باغتته برصاصه استقرت في الصدر، وكان وضعه يعني شوي في خطوره، وتم نقله على اثر الى المستشفى لتلقي العلاج، وتم عمل الاجراءات اللازمه والحمد لله. ولكن ربنا اختاره الى الرفيق الاعلى. كان في خطوره لنقل المصاب لانه جميع مداخل المخيم كانت محاصره، وحتى سيارات الاسعاف ما كانت تقدر تصل. يعني في كان صعوبه وفي خطوره حتى على المسعف وعلى الناس المدنيين اللي بدها تنقل مصابيها على اساس تعالجهم.